انا انسان فاشل ومعترف بده ومتصالح مع الامر. اصل ايه المانع يعني؟ مش نهايه العالم، عادي. والناس في حته الفشل دي بتتقسم لجزئين، وانا بحكم خبرتي الكبيره طبعا في الفشل اجريت دراسه وعرفت ايه القسمين دول وهقول لك عليهم دلوقتي. فيديو تافه مكون من 10 دقائق او ربع ساعه تضيع فيهم حياتك. ايه ده؟ انا جبت زاويه جديده يا جدعان عشان لما اجي اقول افيه بايخ ابص لك كده واضحك، ماشي؟ يعني انا دلوقتي اقول لك ربع ساعه تضيع فيها حياتك. موضوع تافه انا عارف، بس يعني المانع. يا اخي يحرق ابو. القسم الاول ده انسان كل حاجه، يعني كل المؤشرات وكل الدراسات وكل حاجه بتقول ان هو فاشل. هو مش معترف، هو كاره في الفشل. هو الفشل ده مش موجود اصلا في القاموس بتاعه، عمره ما يعترف ان هو انسان فاشل. لا، ده طبعا بينتهي بيه الحال ان هو بيتجنن طبعا. بس ما فيش حل تاني. انت عندك حل تاني؟ انت عارف ان انت اب فاشل؟ مش عارف شخصنت الموضوع كده ليه. انت عارف ان انت اب فاشل؟ ايوه بس معايا فلوس يعني. ايوه معاك فلوس بس انت يعني شخص فاشل في العلاقات، يعني انت فرحتي بالفلوس وانت الناس كلها بتتضرب منك. ايوه بس معايا فلوس، يعني انا معايا فلوس. ايوه معاك فلوس بس يعني انت اب فاشل وزوج فاشل والناس كلها بتتضرب منك، يعني هتعمل ايه بالفلوس يعني؟ فهمني. ايوه بس معايا فلوس. ايوه انت امك. I have a money you know. بالظبط، يعني ده مصيره الجنان، يعني لا محاله، خلاص هو انتهى، ده مصيره الجنان انتهى. ده مثال للشخص اللي ساب كل حاجه وقرر ان هو يمسك في حاجه واحده بس ينجح فيها، مع انه ممكن ينجح عادي في كذا حاجه مع بعض. لا، هو قرر ان هو يمسك في حاجه واحده وينجح فيها والباقي مش مهم. ومش معترف ان هو فاشل في الباقي. لا يعني انت مثلا، يعني الطالب اللي بيجيب امتياز مثلا في الدفعه بتاعتك، ما عادي ممكن يبقى طالب بيجيب امتياز ومش متوحد، ابن كلب وعصفوره وفتان. لا عادي ممكن يبقى بيجيب امتياز وعنده صحاب ايزي. بس هو اختار ان هو يبقى يجيب امتياز وكرف الحاجات الباقيه، مع انه ممكن ينجح فيها. هو مش مهتم اصلا، فهو اختار يعني خلاص. ومين اختار؟ كويسين. في ناس بقى، في ناس بتجمل الفشل، يعني اكنه جاب الفشل كده وعمل له ميك اب، فاهم؟ اللي هو الفشل ده جميل. يعني اكنك مثلا واقف قدام مجاري وتقول لا يا جدعان دي ميه شرب، احنا يعني دي كانت ميه كنا بنشرب منها. مجاري يعني الميه اتركنت على الارض وعفنت، ف حذر فذر بقت ايه؟ مجاري. هتجمل ايه؟ هتجمل ايه فيها؟ وليه اصلا تجمل الفشل؟ هو مين في الحياه دي ما بيفشلش؟ يعني مين في الحياه دي انا بفشل في النوم، انت متخيل؟ يعني انا بفشل في انام، انا فاشل في الحته دي. والحياه مش كلها سعيده، يعني الحياه كده ماشيه شبه الكيرف، حزين 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 عالي، حزين واطي، حزين عالي، حزين واطي، حزين عالي، حزين واطي. فعادي يا عم ازعل وخلي الفشل ياخد مجراه كده واحزن على حالك وبتاع. ايه المانع يعني ليه هتجمل الفشل؟ انا مش فاهم. يعني فما تجيش تقول لي بقى. انت زعلان ان انت فشلت؟ الفشل ده بداية الطريق يا حبيبي. انت عارف توماس اديسون فشل كام مرة قبل ما يخترع اللمبة؟ عارف كم فشل كام مرة؟ انت المفروض تفرح ان انت فشلت. ايوه انا عملت الشخصية دي حلوة. حلوة الشخصية دي. افرح ان انت فشلت يا حمار. فاشل. هي الموسيقى بنت اللعبه دي، هي الموسيقى دي اللي بتخليني اقوم العب ضغط الساعه 3 الفجر واقوم استحمى بميه ساقعه. وبعدين هو فيديو يحترم وكل حاجه بصراحه، بس انا فشلت ان انا اركب وشي على جسم كريستيانو وهو واقف جنب جورجينا. فشلت ان انا اعمل صينيه كيكه. فانت ليه بتشبهني باديسون يعني؟ اصلا انا لا شبهه ولا عايز اخترع اللمبه. اصل اخترعها ليه؟ عشان ازود ساعات العمل واساهم في انتهاء موارد الكوكب باني ازود ورديه عمل زياده واخلي المصانع تشتغل 24 ساعه. لا يا عم مش هخترعها. وبعدين روح اشتريها دي ب 15 جنيه. وهو ده اللي بيساهم في وجود البهايم عامه في اي مهنه. يعني نفترض ان انت رحت تصلح عربيتك وبعد ما صلحتها خدتها ولقيتها زي الزفت وانيل من الاول، ما عندكش غير اوبشنين عشان نقول اللي لينا واللي علينا الصراحه. يا اما مهندس مديون اللي اشتغل فيها فهو مضطر ان هو يشتغل مهندس، يا اما مهندس مقتنع ان الفشل ده حاجه جميله وبتاع وهو هيفضل يحاول لغايه اما ينجح فيبوظ مليون عربيه عشان يتعلم ان هو يشتغل كويس. يعني انا مالي؟ انت الفشل ان انت مجمله ومعتقد ان هو حاجه حلوه. انا عربيتي مالها؟ ليه تدفعني 15,000 جنيه في ان انا اركب حساس؟ يعني ليه؟ وانت رحت عملت لي عمره. يعني انا عايز حساس وانت رحت عملت لي عمره. انت فاهم؟
فانت مهندس فاشل، انت مهندس فاشل ابن بس عادي ممكن تبقى لعيب كوره جامد يعني انت ليه يعني ماسك في الحوار ده ومقتنع ان انت لا انا مش هفشل، الفشل ده حاجه حلوه وبتاع، وهفشل مره واثنين وثلاثه يا ابني ليه. وفي نهايه الفيديو حابب اقول لكم ان الفشل ده حاجه بنت 60 بس لازم نتقبلها ونموف اون منها. يعني ان انت تعدي عادي بالفشل، ما تقعدش ماسك في علاقه فاشله دمرت لك نفسيتك او شغلانه فشخاك لمجرد ان انت عادي ما نفشل مره واثنين وثلاثه واربعه لا روح انجح في حته تانية وانجح مع شخص تاني، فاهم؟ ما تقعدش كده تحزق الحزقه ليه فاهم؟ يعني لان هي ملهاش اي 30 لازمه. فتقبل الموضوع ولا هتبطن. وبس كده يا شباب، كان معاكم افشل كونتنت كريتور على وجه الارض. يلا السلام عليكم. السلام عليكم يا جدعان. انا ما عملتش حاجه في الزاويه الجديده فلازم اعمل فيها اي حاجه. احلى تحيه. على الفضل والله العظيم. ما تجسوا تشيكوا اوت كلام ايه حلو الكلام. شكرا. لا 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 لا